ثم يسقط. نعم، لقد فارق الحياة. السبب فتاة. رشيد هذا شغل قرا معايا صاحبي، كنا ندوزو في ليكزامان هكذا وخرج قبلنا، فهمت؟ خرج قبلنا، كي خرجت انايا هكذا سقط الغاشي هكذا. واش كاين؟ قالوا لي رشيد طاح تصرع كذا، ضربوه ما بالش شنو، تحاموا فيه 3. الخبر ينزل كالصاعقة على عائلة الضحية، كيف لا وهو آخر العنقود. زميل اللي راه موجود امامكم هو اللي عيط لي 3 مرات على اساس انه الام تاعو طاحت، ولكن هو الابن تاعي موجود ما حبش يخلعني. نهار وصلت لقيت الواقعه، انا نقول لك ماشي انا اللي نزكي الطفل هذا، الحي كامل اللي زكيه. قالوا لي هو العزيز ابدا، يعني ما تصورش في عقلك. ذبانه ما يقتلهاش، ذبانه ما يدناش ليها. ولأن رشيد حسن الخلق ومحبوب لدى زملائه، فوفاته صدمتهم وأبوا إلا أن يحضروا لبيته لإلقاء النظرة الأخيرة على رفيقهم. كان جونتي بزاف معانا، كان عاقل، كان ناس ملاح، ما يخالط حتى واحد. هو عاقل، ماشي الجور اللي يتضارب، ماشي مالو كاع، هو اصلا يدور وحده، ما يقعد مع حتى واحد في الكلاسه ويريح وحده، ماشي كاع الجور اللي يدور مع دوك لي فوايو ولا. صدمة أخرى وتخوف لدى أولياء التلاميذ، فمصير رشيد قد يكون مصير فلذات أكبادهم. يديروا ديزاجون سيكوريتي في المساجد باش يعسوا هذوما العباد اللي ما يقراوش في هذاك المسجد، يجي يدوروا تماك ومام طون يراقبوا هذو الناس هذوما. رشيد عيفة يودع الدنيا ويترك خلفه عنفا لطالما ميز مدارسنا في ظل غياب حلول جذرية لهذه الظاهرة. فهل سيكون موت رشيد فاصلة تنهي هذا العنف المدرسي، أم أن حياة التلاميذ لا معنى لها؟